استخدم ايه، تكييف ولا المروحه؟ ده سؤال مهم محير الامهات كلها الفتره دي. انا دكتوره نيفان رضا، استشاري اطفال واخصائي تغذيه علاجيه وعلاج سمنه وملح. كل الامهات الفتره دي بتسال الجو حر، طب اتصرف ازاي، طب اعمل ايه، صح ان انا اشغل لابني المروحه ولا التكييف افضل، انهي واحد فيهم احسن، استخدمه ازاي، طب لبس وهدوم الطفل وهو نايم في التكييف او في المروحه هتبقى شكلها ايه؟ عايزه اقول لحضرتك الجو في الفتره الحر اللي احنا فيها دي استخدمي اللي انت عايزه تستخدميه ايا كان، التكييف او المروحه، بس في شروط. اولا لو هتستخدمي المروحه لازم تستخدمي المروحه تبقي منظفه المروحه كويس قوي، مغسوله ومشطوفه كويس بميه وديتول، لان الريش بتاعتها بيبقى متراكم عليها تراب وفيه جراثيم كتير. فتخلي بالك كويس قوي ان انا قبل ما اشغلها في الاوضه لازم ابقى غسلاها ومنشفاها بفوطه بميه بديتول علشان خاطر اضمن ان ما يبقاش فيها مشكله. تاني حاجه لو هشغلها في الاوضه وطفلي صغير قبل ال6 شهور هخلي المروحه تلف بعيده خالص عن الطفل، او مثلا تبقى ضربه في الحيطه او في السقف علشان خاطر ما تبقاش متوجهه عليه هو. خلي طبعا بالك من الهدوم كويس قوي، الفتره دي الدنيا حر، فلو لازم هلبس الطفل رقات خفيفه كلها قط او نص كم. وابني عنده سنه او سنه ونص يبقى برده خلي بالك ان المروحه تبقى بتلف مش ثابته في حته معينه في الاوضه، تبقي منضفاها كويس قبل ما تبداي تشغليها، تبقي ملبسه الطفل هدوم خفيفه برده يا قط يا نص كم على حسب اللي موجود وحسب الجو عندك. ولازم تخلي بالك ان في فتره الصيف دي مهم جدا جدا انك ما تسيش على الطفل وتديله سوائل وعصاير وميه كتير وتعزمي عليه كل شويه، لان هو ممكن يلعب وينسى. تفاعل شديد في درجه الحراره بيخلي الطفل يعرق مع اللعب والحركه الكتير ويفقد سوائل كتير، بالتالي ممكن تلاقي درجه الحراره بتاعته ارتفعت وانت مش عارفه ايه السبب. فعشان ما نخشش في دوام مش عارفين حلها ايه، لازم تخلي بالك ان انت تديله سوائل او عصاير كتير، لان انت ممكن فجاه تلاقي الحراره بتاعته عليت والطفل سخن وانت مش عارفه من ايه. الحراره عليت لان هو فقد سوائل وانت ما عوضتيهاش، هو مش مريض ولا عنده مشكله، هو محتاج ان انت تحميه وتشطفيه، تشغلي المروحه وتشربيه وتديله سوائل كتير، هتلاقيه ظبط وبقى كويس معاك. الكلام ده من عمر يوم يا جماعه. خلوا بالكم في فتره الصيف الامهات لازم تبقى مركزه كويس قوي. فتره ال6 شهور الاولانيه وانا ما باكلش الطفل لازم اخلي بالي كويس قوي من الرضاعه، وان انا ارضع الطفل في اوقات قريبه قوي من بعضها، ما قعدش فترات طويله من غير رضاعه، يعني ما اقعدش اكتر من ساعتين من غير رضاعه. هديله رضعه الاعشاب مره واتنين. الاوضه لازم تبقى متكيفه وفيها هواء كويس، ولازم مبقاش متقله عليه بهدوم كتيره. بعد ال6 شهور انا هبدا اشرب وهبدا اديله ميه، هبدا ادي عصاير، وبرده هدومه تبقى مناسبه، شغاله المروحه او التكييف، وهحمي الطفل يوميا في الحر ده، ممكن من مره لمرتين كمان. سؤال محير الامهات كلها، طيب ابني انا بخاف احميه لحسن يعيا، لحسن ياخد برد، لحسن يجرى له حاجه. مفيش حاجه اسمها كده، عمر النظافه ما بتعيي. انت كل ما بتحمي الطفل اي تراكم اي عرق او اي اتربه او اي جراثيم على جلده انت بتغسليها وبتنظفيها اول باول، فانت بالتالي بتحمي طفلك من اي امراض ممكن تجيله. وبعدين في حاجه مهمه جدا لازم تبقي عارفه ان انت زي ما هتعودي ابنك هيتعود، يعني عودتيني تحميه مره واتنين كل يوم هيتعود وهيبقى كويس ومش هيعيا ومش هيجرى له حاجه. عودتي ان انت ما بتحميهوش غير مره كل اسبوعين 3 يستحمى، وكل ما هتحميه هيتعب منك وهيعيا. وده سؤال مهم كمان من ضمن الاسئله الفتره دي. الامهات بتقول اصل مامتي بتقول لي انا ما تحميش ابنك كتير هيعيا، هياخد برد، هيكح، هيتعب. وقت ما الطفل يبقى تعبان او عنده نزلات برد او نزلات شعبيه انا مش بحميه فتره يومين 3، اول ما يبتدي يروق انا بحميه. قلنا برضو الحكايه دي قبل كده، حتى لو طفل تعبان وعنده سخونيه وارتفاع في درجه الحراره انا لازم احميه عشان انزل درجه الحراره. طيب لو انا عندي تكييف وهبدا اشغله علشان الجو عندي حر او درجه الحراره زادت، اول حاجه التكييف طبعا بيبقى مركون فتره الشتاء كلها. المفروض ان انت حضرتك قبل ما بتشغليه خالص تبداي تستخدمي البلور وتنضفيه كويس، والفلاتر بتاعته لازم تتشطف وتتغسل بميه فيها ديتول وتتنشف حلو، وبعدين تركبي التكييف وتنضفيه حلو وتبداي تشغليه. طبعا انا هشغله على درجه حراره من 25 ل 26، ودي الاسباب كتيره جدا. ممكن يبقى في فرق بين درجات الحراره من جوه الاوضه لبره الاوضه، فعلشان الطفل ما يتعبش كمان احنا بنشغله من 25 ل 26. وحاجه كمان مهمه عشان ما يبقاش في استهلاك جامد في الكهرباء ويبقى فيها سحب كتير، لان بيجي علينا وقت بيبقى الجو حر ايام كتيره وفترات كتيره فما بنقدرش ان احنا نفصله. خلي بالك ان لو انا مشغله التكييف لو ابني اقل من 6 شهور انا بلبس حاجه قطنيه بكم وبنطلون بكم واغطيه بحاجه كوفرته رقيقه قطن خالص. ما ينفعش ان انا اسيبه كده وفي نفس الوقت يبقى متوجه للسقف
او متوجه بعيد عن الطفل خالص. لو ابني اكبر من 6 شهور خلي بالك برضو من الهدوم، لو هيقعد في الاوضه اللي فيها تكييف يبقى انا هلبسه حاجه بكم خفيفه برضو، يا اما تيشيرت او بنطلون علشان خاطر اضمن ان هو ما يبردش مني، ولو نام انا بغطيه بكوفرته خفيفه. برضو هيبقى التكييف انا موجهاه بعيد عن الطفل خالص ورافعاه للسقف او في الحيطه. مهم جدا التهويه للاطفال، خلوا بالكم يا جماعه لان في الحر ودرجه الحراره الشديده دي اطفال بتتعب مننا. النظافه ما بتعيش، الامهات اللي بتسال ان انا حمي ابني ولا لا ولا هيعيا مني لو حميته، الحمى ما بيعيش، بالعكس بينظف جلد الاطفال وبيحميهم من امراض كتيره. شربي ابنك سوائل كتير وميه كتير في فتره الصيف علشان خاطر ما يبقاش في ارتفاع في درجه الحراره. شغلي التكييف، شغلي المروحه، ما فيش مشكله، اللي متاح عندك شغليه، بس زي ما فهمتك لازم نظافه الجهاز بتاعي ونبقى مسحه بفوطه كويس قوي بميه بديتول، والفلاتر التكييف نفس الكلام بميه بديتول علشان خاطر اضمن نظافتها وسلامتها. اي اسئله حوالين الموضوع دوت يا ريت تسيبوها لي في الكومنتات وانا هجاوب عليها كلها.